أنيس حاج موسى ركلية مرفوعة جول يفعلها زين الدين بالعيد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل ويسجل أول أهدافه في حياته مع منتخب بلاده في مباراته السادسة. الكرة ركنية منفذة بشكل رائع من أنيس حاج موسى في وسط زين الدين بالعيد يفعلها ويسجل الكرة الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 19. 1-0 للخضر، 1-0 للبيض، 1-0 للجزائريين أمام غينيا الاستوائية في بداية الشوط الأول من هذه المباراة. منتخب الجزائر يفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب بتاريخ 31 من ديسمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط. وسجل الهدف الأول زين الدين بالعيد في الدقيقة 19 برأسية من ركلة ركنية نفذها أنيس حاج موسى. هدف أول من بالعيد، والهدف الثاني لهذا الأول من بالعيد دائما كان في الدقيقة 19. وعاد منتخب الجزائري بالهدف الثاني، سجله فارس شايبي في الدقيقة 25 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من إبراهيم مازا. وجاء الهدف الثالث للجزائر من إبراهيم مازا في الدقيقة 32، وسجل إيميليو إنسوي هدف الشرف لمنتخب غينيا الاستوائية. وكانت مباراة قوية وأداء مميز من الجزائر، خاصة مع مشاركة بعض البدلاء بعد ضمان التأهل مسبقا للخضر في الأدوار الإقصائية. وبهذا الفوز حقق محاربو الصحراء العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة، 9 نقاط من 3 انتصارات بعد فوز سابق على السودان 3-0 وبوركينا فاسو 1-0، وضمنوا صدارة المجموعة وتأهلهم إلى دور 16 بقوة. ومنتخب غينيا الاستوائية ودعت البطولة من الدور الأول بدون نقاط، 3 خسارات. هذه المباراة بفوز المنتخب الجزائري بالثلاثة على غينيا الاستوائية ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الجزائريون كانوا متفوقين ب3-0 في الشوط الأول، عاد منتخب غينيا في الشوط الثاني وسجل هدفا، ولكن المنتخب الجزائري حافظ على توازنه من دون اللاعبين الأساسيين إذا كان فيه كلام عن لاعبين أساسيين على مستوى منتخب وطني. ولكن هذه البهجة وهذا السرور وهذه المتعة وهذه الروح الجماعية مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري لمدرب ابتسم في نهاية المطاف وعانق خصمه ومنافسه في هذه المباراة. ثانك يو، شكرا لك. هو أيضا موجود رفقة عائلته، زيدان مع عائلته والكل مع عائلته. هكذا مشاهدينا يصدر الستار تماما عن دوري المجموعات، عن المجموعة الخامسة، وتنتهي مباريات هذه المجموعة بالكامل. اليوم الجزائر تحقق العلامة الكاملة وتتأهل رسميا، طبعا هي متأهلة من الجولة الماضية لكن تتأهل ب9 نقاط. والسودان لم تستطع خطف المركز الثاني ولكنها أيضا تأهلت كثالث هذه المجموعة بعد أن خسرت أمام منتخب طبعا بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل. فالسودان تتأهل ولكنها ثالث هذه المجموعة، بينما الجزائر أول المجموعة وبوركينا فاسو تخطف الوصافة والمركز الثاني في هذه المجموعة. مبروك لفرقنا العربية جميعا المتأهلين. الجزائر مبروك طبعا العلامة الكاملة والتأهل، مبروك أيضا للسودان هذا التأهل في هذه المرحلة رغم طبعا الأداء المتميز اليوم للمنتخب السوداني، لكن لم يستطع أن يخطف فوزا أو تعادلا حتى أمام منتخب بوركينا فاسو في هذه المباراة. رفيق مبروك طبعا التأهل من الجولة السابقة، واليوم مبروك الوصول والتأهل بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة. الحمد لله على كل حال. شيء جيد أنك تفوز بتلك مباريات معنويا جيدة، حتى ولو غيرت تقريبا كل تشكيلة في المباراة هذه الثالثة وأعطيت فرصة لبعض اللاعبين، أعطتك يعني نظرة للمستقبل. يعني في المباراة ممكن أن تحتاج لبعض اللاعبين، والبداية بدأت بهذه الكرات الثابتة. يعني استغلينا الكرات الثابتة من بالعيد والقوة في الكرات الثابتة. هذا هدف الأول. يأتي الهدف الثاني من شايبي عن طريق يعني جملة تكتيكية وتمريرة من مازا اللي كان يعني مايسترو هذه المباراة
خاصة في التحضير للتمريرة والفينيش بقوة، دقة وقوة. ويأتي الهدف الثالث من مازا، نقدر نقول ما بين أفضل اللاعبين في الشوط الأول، يعني ما بين التمرير والتهديف. وهذا حاج موسى الذي كان أيضا نشيط في الرواق الأيمن. وهذه يعني أنهت المباراة في الشوط الأول يعني 3-0. ويأتي الهدف التقليص الفارق من هدف جميل رائع يعني من سوي، تسديدة قوية في الزاوية يعني بعيدة. وتنتهي المباراة ب 3-1 و3 نقاط إضافية تمام. السودان هيثم، ويعني خسارة بهدفين ولكن تأهل كمركز ثالث. أكيد أولا مبروك للشباب التأهل، أعتقد أنه أدوا مباراة جيدة، خصوصا أنهم البدلة لهم فترة زمنية طويلة لم يشاركوا في المباريات. سوء التمركز دفاعي، حصلنا على ضربة جزاء سددت جزولي، أعتقد أنه يعني يتعامل معه بشكل جيد، ممكن كان يسددها أي لاعب آخر لأنه كان باذل مجهود قبله. تعرضنا في الشوط الثاني رغم الأداء الجيد وتحسن الأداء، لكن سوء التمركز الدفاعي مرة أخرى وعدم دخول الظهير إلى داخل الملعب. أنا أعتقد أنه يعني بالنسبة لأنه ما بشارك في مباريات كثيرة، وكذلك سوء التمركز درس فينا هدف ثاني وهزيمة. لكن أعتقد أن الشباب أدوا ما عليهم في الملعب، كان أداء جيد. أعطت المدرب فكرة عن البدلة، تمام، في أكثر من لاعب جاهز قادر إنه متى ما كانت في حوجة له يكون جاهز في المباراة القادمة. تمام هيثم. إذن النتائج الآن مشاهدينا: غينيا الاستوائية طبعا تخسر امام الجزائر ب3 مقابل هدف، والسودان تخسر امام بوركينا فاسو بهدفين، والترتيب: الجزائر 9 نقاط بالعلامه الكامله، بوركينا فاسو 6 نقاط، السودان 3 نقاط، غينيا الاستوائيه بدون رصيد. يعني ترتيب متوقع كان احمد المحمدي؟ لا، السودان اكيد طبعا بالنسبه للسودان ادت بشكل ممتاز ان هي تصعد من مجموعه فيها الجزائر بوركينا وغينيا. يمكن قبل البطوله لو تسال حد اكيد بيرتب الجزائر بوركينا غينيا بعد كده السودان، ولكن السودان فاجئ الجميع بالفوز على غينيا وقدموا اداء ممتاز وقدر يصعد كاحسن توالد. فاكيد طبعا نجاح بالنسبه لمنتخب السودان. مبروك طبعا لكابتن هيثم الصعود لدور 16. هيبقى عندهم منافس قوي المواجهه القادمه، فاكيد لازم يكون التحضيرات قويه. يمكن اليوم كان بروفا بالنسبه لهم، بروفا قويه لدور 16. يمكن المدرب استخدم اكثر عدد من اللاعبين في مباراه اليوم للتحضير للمباريات السابقه. ولكن احمد لازم يكون في المشاكل الدفاعيه اللي موجوده في دفاع السودان، لازم الفتره اللي جايه يمكن في 5-6 ايام ما بين المباراه دي والمباراه القادمه لازم يكون في تحضيرات كويسه، لان المنافس القادم منافس قوي، منافس هيبقى عنده قوه هجوميه كبيره جدا، فلازم يكون في ترتيبات وتصليحات في دفاع منتخب السودان الفتره القادمه. كلمه اخيره عن المنتخب الجزائري والمباراه القادمه امام الكونغو. الكلمه الاخيره هو ان ننسى مباراه اليوم، نطوي صفحه مباراه اليوم ونحضر في المباراه القادمه امام الكونغو. راح نلعب امام خصم بدنيا بنفس مستوى بوركينا فاسو، وكان تجربه المباراه الكونغو، الاندفاع البدني، شراسه، ولكن فنيا منتخب كونغو افضل من بوركينا فاسو. يعني مستوى المنتخب كلما تتفوق يعني في مستوى تظهر بمستوى اعلى. اظن ان المباراه القادمه راح تكون مباراه اخرى بعوامل اخرى وخصوصيات اخرى. اظن انه اراح بعض اللاعبين تقريبا 70% من اللاعبين من الجانب البدني جاهز، ولكن الخيارات مهمه جدا، خيارات اللاعبين، خيارات التشكيله الاساسيه، وكانها تقريبا 90% واضحه التشكيله الاساسيه. محمدي، شكل الدور القادم هناك في صراعات ولا في مباراه مضمونه سهله؟ اولا مبروك لكل المنتخبات العربيه، يمكن المنتخبات العربيه كلها صعدت باستثناء جزر القمر، فاشوف ان ده شيء ايجابي للكره العربيه والمنتخبات العربيه، كل التوفيق ليهم طبعا. ولكن انا اشوف المستوى ممتاز، يمكن كمان اللي ظهر في المغرب من ملاعب ومن الجو الموجود ساعد اللاعبين ان هم يظهروا بشكل كويس. فانا اشوف ان البطوله ناجحه بشكل ممتاز احمد، والبطوله لما بتدخل ادوار متقدمه دور ال 16 كمان تشوف مباريات اقوى.